بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لسوريا ما فيش بيوم أو بيومين جاء قرار أو تحرك لوزيرة الداخلية الألمانية باتجاه اللاجئين السوريين، باعتبار أنهم كما يعني أوضحت أن سوريا آمنة، وأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا سوف يقوم بمراجعة وإلغاء فتح الحماية وإلغاء منح الحماية للذين لم يعودوا إلى سوريا، لأن سوريا حاليا مستقرة. يعني أوضحت أيضا أن الأمر سوف ينطبق على أولئك الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا لأسباب أخرى مثل العمل والتعليم. يعني الكل بيتحرك لإرجاع اللاجئين السوريين لبلادهم، وده يعني نتيجة لأن سوريا أصبحت آمنة. مش هنقول بقى، مش هيطلع لنا حد يقول لنا لا ده هم عملوا كده عشان الشرع ما سلمش على الست الألمانية، فمش عايزين تفاهة والنبي ايه وهبل يعني. هو خلاص هم الناس شافوا الوضع على الحقيقة، وشافوا الوضع ان هي مستقرة. واردوغان نفسه تاني يوم رحيل بشار كنا شايفين الطوابير على الحدود من السوريين اللي مرجعهم على سوريا، وقال طبعا ان هو عشان هو يعني رجعهم، يعني رجع الناس لبلدها والبطولة وكده يعني. بس طبعا احنا عارفين الاسباب ايه يعني. المهم ما علينا، الكل بيتحرك في منتهى السرعة، وده المفروض ان احنا نتحرك كذلك. احنا بنتكلم دلوقتي مش عارفة، كل شوية ننزل خبر رحيل 40 شخص من سوريا، لا رحيل 63 واحد. يا جماعة ايه ده يعني؟ ليه يعني الناس دي اولا كده بالطريقه دي انتفت عنهم حق اللجوء، وهي باعتراف الست اللي كانت جايه زياره لسوريا بتمثل الاتحاد الاوروبي، قالت ان انتفع عنهم حق اللجوء. طيب احنا بقى هنشيل يعني هنشيل الناس ديت يعني على حسابنا يعني ولا ايه؟ لازم يبقى فيه قرارات اسرع من كده، ويبقى فيه عوده اسرع من كده. ويعني واللي بيقول لك ما تتدخلوش في سوريا، انتوا بتتدخلوا فينا، مالكم مالنا تتدخلوا ليه؟ لا يا بابا احنا ما بنتدخلش فيك، انت ارحل بس من عندنا، واحنا والله ما هنجيب سيرتك بعد كده. والله ولا هنجيب سيرتك ولا عايزين نسمع اسمك اساسا. بس انت كمان ما تتدخلش فينا بقى ويطلع لنا طور يقول لنا جاك الطور يا جاك الدور يا دكتاتور. فبنقول له بس يا طور ماشي. بس يعني ادي هم يعني مين بيتدخل بقى في مين؟ مين اللي بيتدخل؟ قاعد يقول لنا اعملوا زينا، اعملوا زينا ثوره، اعملوا زينا. لا يا حبيبي، انت اللي بتتدخل في شؤوننا، مش احنا اللي بنتدخل في شؤونك. ارجع بلدك وبس.